دائما نسمع ونقول يا صبر أيوب، بس هل عمرك سألت نفسك إيش قصته وقصة صبره؟ القصة هذه تستاهل إنك تصبر وتسمعها. أيوب عليه السلام آتاه الله 7 من البنين ومثلهم من البنات، وآتاه الله المال والأصحاب، ودامت نعمته 80 سنة. فأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعد ونفر الناس منه ورموه خارج بلدتهم خوفا من مرضه، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه وتهتم به، حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد حاجتها وحاجة زوجها. واستمر هذا الابتلاء مع أيوب عليه السلام 18 سنة وهو صابر ولم يشتكي لأحد، حتى زوجته ما اشتكى له. فيوم من الأيام قالت له زوجته: لماذا لا تدعو الله ليفرج عنك؟ فقال لها: كم لبثنا في الرخاء؟ فقالت: 80 سنة. فقال لها: أستحي من الله إنه أطلب من إنه يفرج عني وأنا ما مكثت في بلائي المدة التي قضيتها في رخائي. وبعد أيام خاف الناس من أن تعديهم زوجة أيوب، ومن بعدها ما حصلت أي عمل تعمله عشان تسد حاجتها وحاجة زوجها. فإيش صار؟ فقصت شعرها وباعت ضفيرتها لكي تسد حاجتها وحاجة زوجها. فتعجب زوجها أيوب عليه السلام، فقال لها: من أين لك هذا؟ فلم تجبه. وفي اليوم الثاني قصت شعرها ثاني وباعت الضفيرة الثانية الأخيرة. فتعجب ثاني مرة أيوب عليه السلام، فكشفت عن رأسها عشان يشوف، ويوم شاف نادى ربه نداء تأنى به القلوب. استحى إنه يطلب من الله إنه يشفيه ويفرج عنه، فقال كما قال الله في كتابه الكريم: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مباشرة جاله الجواب، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. أتى الأمر ممن بيده الأمر. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. رجعت له صحته وعافيته كما كانت من قبل، كأن ما صار له شيء. حتى زوجته يوم جات ما عرفته من قوة إنه أتغير. يوم جات قالت له: إيش اسمه، شفت المريض اللي كان هنا؟ فوالله إنه لأشبه منك عندما كان صحيحا، يعني يشبهك يوم كان بصحته وعافيته. فقال لها: أما عرفتيني؟ فقالت: لا. قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرم الله فقط أيوب، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه وقت الابتلاء ووقت الاختبار، فرجعها الله شابة وولدت لأيوب 26 ولد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كلما فاض حملك تذكر حمل أيوب عليه السلام. اصبر فإن الله مع الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. الله يقول بشر الصابرين. سيفاجأك الله بلطفه من حيث لا تدري، وتهدأ روحك وتطيب نفسك وتنعم براحة البال. وقل الحمد لله دائما وأبدا. كم من صدر ضاق ثم برحمة الله اتسع. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. قولوا آمين.